مين دي؟ مين دي بجد؟ دي أنا؟ هتعرفي إزاي تدرّبيها، هتعرفي إزاي تطوّريها، هتعرفي إزاي تحترميها، هتعرفي قيمتِك أصلًا أنتِ واصلة فين، هل أنا عندي قيمة والّا أنا بلا قيمة والّا أنا قيمتي متوسطة ومحتاجة أشتغل عليها والّا أنا فاشلة والّا أنا ناجحة، هتعرفي. بلاش تبدأوا تطوّروا في نفسكم، وأنا عايزة أوصل لأحسن نسخة ممكنة وأنتِ ما بتعرفيش أنتِ واصلة فين أصلًا. Hi girlies عاملين إيه؟ وحشتوني. عشان الفيديو ده يكون مبني على الصراحة زي ما أنا ما عودتكم وتحسّوا إن بجد الموضوع ده طالع من حد مجرّب، مش كلام تنمية بشرية وإنه حبّي نَفْسِك وثقي في نَفْسِك وطوّري من نَفْسِك. أنا حبيبة، بنت، عدّت عليّا فترات في حياتي كنت في الprime بتاعي، مدرسيني، المدربين بتوعي في الكاراتيه، المُدرسة معلمة القرآن بتاعتي، صحابي في المدرسة، أمهات صاحباتي، كل الناس شايفينّي أكتر طالبة مثالية وأكتر بنت حلوة وأكتر بنت بتهتم بنفسها وأكتر بنت واثقة وبتعرف تتكلم وبتعرف تذاكر ودايمًا الأولى على المدرسة وبلا، بلا، بلا، بلا من ده كتير أوي. والوضع لحد هنا كان رواق، رواق يا برو، يعني كان رواق على الآخر، لحد لمّا بدأت أروح لفترات معيّنة في مراهقتي كنت عندي مستوى ثقة مُشبَّع مش طبيعي، بشكل مش طبيعي، يلحقه شوية غرور بس كان عادي. كان دايمًا الناس تقول لي: "أنتِ زي اللهب، أنتِ زي الشُعلة." من كتر ما أنا spark، من كتر ما أنا شرارة في أي حاجة. كنت في نظر الناس وبالتالي بقيت في نظر نفسي حاجة ما جاش عليها من الزمن. الطالب المثالي، البنت المثالية، الابنة البَرّة، كل حاجة. مع الوقت الموضوع ما بقاش كده. لمّا رُحت لphase أو مرحلة تانية جديدة في حياتي، الضوء ما بقاش عليَّ. الضوء بدأ يتلاشى، بدأ يختفي، ما بقيتش أنا محَط الاهتمام، محَط الأنظار. هو الناس ما بقتش تقدّرني ليه؟ هو ليه ما بقوش يقولوا إن أنا الواو، أنا الهايلة، أنا، رغم إن أنا still باعمل نفس الeffort وباعمل نفس الحاجات. أنا ما بقيتش كفاية؟ هو أنا ما بقيتش شاطرة؟ هو أنا ما بقيتش حلوة؟ أنا شكلي وِحِش، أنا ما باحبش شكلي. فلمّا اتكلمت مع ماما في الموضوع ده وإن هو فتحت بكل حاجة، قُلت بكل حاجة بصراحة، ماما قالت لي جملة، قالت لي: "أنتِ شايفة نَفْسِك في عيون الناس مش في عيون نَفْسِك، فلمّا عيون الناس غابت عنِّك أنتِ ما بقيتيش شايفة نَفْسِك." أنا كنت معتمدة وعاملة مصدر التغذية للself confidence ومستوى ثقتي في نَفْسي رابطاه بشكل مش طبيعي بالvalidation. فخ الثقة في النفس، فخ الحياة عمومًا الvalidation اللي هو التقدير أو المدح، إن أنتِ تبقي شايفة نفسِك بنظرة الناس ليكِ مش بنظرتِك عن نفسِك. فلو الناس سقّفت لِك أنتِ تمام، لو الناس غابت عنِّك وما بقتش مهتمة أنتِ أصلًا بتعملي إيه، أنتِ هنا هتقولي في حاجة غلط، أنا عايزة الattention، أنا عايزة المدح، أنا عايزة التقدير، أنا عايزة الكلام الحلو، أنا عايزة، أنا عايزة، أنا عايزة، عشان خاطر أحس إن أنا عندي ثقة في نفسي، عشان خاطر أحس إن أنا حاجة. فساعتها اكتشفت إن كل اللي كان عندي ده ما كانش self confidence، وإن أنا ما عرفتش معنى أصلًا يعني إيه self confidence. وعلى فكرة أنا مُعترفة ومُقرة جدًا بالموضوع ده، يعني أنا إنسان صريح جدًا مع نفسه. أنا شايفة إن فعلًا وقتها ما كانش عندي الreal self confidence أو مستوى الثقة الحقيقي بالنفس، الثقة اللي بتبقى مهمًا جار عليها الزمان ومهمًا الناس أذوها أو جُم عليها بتفضل موجودة. طبعًا الثقة الحقيقية بالنفس ما بتتقالش بصوت عالي، بس أنا عشان باصور لكم فيديو فمضطرة أقولها بصوت عالي. بس يعني أتمنى إن أنتم تبقوا عندكم المعلومة دي. أنا قُلت دي مرّة وهاقولها مليون مرّة لحد ما أموت هافضل باقولها لكم. لو أنتِ عايزة تبني ثقة حقيقية ثابتة مهما الناس قالوا عنِّك وِحِش، مهما الناس ما حبوكيش، مهما الناس جُم عليكِ، مهما الناس أذوكِ، مهما الناس ما شافوش ولا قدّروا قيمتِك، حرفيًا الناس تبقى عاملة لكلمتِك حساب. دي حاجة يعني أنا مش عايزة أقول إنها عندي، بس إن أنا طبعًا عشان باتكلّم معاكم فلازم أكون open أوي وباقول لكم الصراحة، فأتمنى إن أنتم تفهموني وتفهموا إن أنا مش باتكلّم من نابع الغرور، وإن أنا باعرّفكم الوضع بيبقى عامل إزاي لمّا يبقى عندِك الreal self confidence. حاولوا تفهموا كلامي بالشكل الصح وتعرفي إن الكلام اللي أنا باقوله ده باقوله عشان أنتِ تسمعيه تفهميه كويس، مش عشان أشوف نَفْسي عليكِ خالص. عشان تخلّي الناس تعمل لِك حساب وتعمل لِك حساب، مش إنها تخافِك، مش إنها تهابِك، مش إنها تحسسِك إن أنتِ الواو والبنت الجامدة بس الناس تخاف على زعلِك، لإن هُم عارفين إن هُم لو زعلوكِ هيخسروكِ. الناس تخاف تهينِك، عشان عارفين إن هُم لو فكروا يهينوكِ أنتِ هتردّي وهتعرفي تجيبي حقِّك بمنتهى الاحترام، وفي نفس الوقت مش هتنزلي من مستواهم الحقير المتدني ده. عشان تعرفي توصلي لكل ده، عشان تعرفي يبقى عندِك self confidence تبقي واثقة في نفسِك، لازم تعرفيها. والله العظيم، والله، 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 وأنا مش مضطرة أحلف لكم، الكلام ده ما كليشيه.
أنا كل يوم باتعلّم وبس أعرف سؤال جديد أقرأه وأجاوب عليه على نفسي، والله العظيم باحس إن أنا عرفت نفسي بشكل أحسن. أنا امبارح كنت قاعدة باقلِّب على Pinterest وطلع لي بادوّر على الself love affirmations التوكيدات بتاعة الحُب، اللي بنقولها أول ما نصحى من النوم أو قبل ما ننام، الحاجات اللي بنعملها مثلًا عشان تطلّع التوتر مننا أو عشان أقنع عقلي الباطن إن الأمور أهدى والأمور أحسن وأنا تمام. طلع لي هاحطها لكم هنا، دي صورة فيها أسئلة، كل الأسئلة اللي أنتم محتاجين تجاوبوا عليها عشان خاطر تعرفوا نفسكم. وكنت قبل كده وريتكم الnotebook بتاعة آمم اكتشفي شخصيتِك اللي هي من عند self love club، الpage دي على الإنستا حطيتها لكم قبل كده. آآ تحفة، برضه الأسئلة اللي فيها جميلة جدًا، 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 وكل سؤال هتجاوبوه هتعرفي إنه إيه ده، مين دي، مين دي بجد، دي أنا. لمّا تعرفي نَفْسِك هتعرفي إزاي تدرّبيها، هتعرفي إزاي تطوّريها، هتعرفي إزاي تحترميها، هتعرفي قيمتِك أصلًا أنتِ واصلة فين. هل أنا عندي قيمة والّا أنا بلا قيمة والّا أنا قيمتي متوسطة ومحتاجة أشتغل عليها والّا أنا فاشلة والّا أنا ناجحة، هتعرفي. بلاش تبدأوا تطوّروا في نَفْسكم وأنا عايزة أوصل لأحسن نسخة ممكنة وأنتِ ما تعرفيش أنتِ واصلة فين أصلًا. وما تقوليش أنا واصلة في حياتي في إن أنا تالتة جامعة والكلام إيه العبط ده؟ هو أنتِ عشان واصلة تالتة جامعة أنتِ كده ده أنتِ واصلة فين في حياتِك؟ مستوى وعيِك واصل لفين، نضجِك، استفزازِك، الناس بتستفزِّك إمتى your peak، الحتّة اللي بتوصلي فيها لمّا الناس تستفزِّك وتقولي خلاص تتعصبي بقى وتنفعلي. إمتى بتبقي قوية جدًا، إمتى بتبقي ضعيفة، إمتى بتعيّطي، إمتى بتفرحي، إمتى بتنبسطي، إمتى بتستفزي، إمتى بتتضايقي، إمتى بترتاحي، إمتى بتبقي relax، إمتى بتبقي nervous وجهازِك العصبي مشدود أوي. يعني أنا لحد من فترة قريبة ما كنتش أعرف إن أنا لو اللي قدّامي غاب عني من غير سبب أو اختفى، أنا باقلق جدًا. أنا ما كنتش عارفة المعلومة دي عني. كنت باحسب إن أنا باقلق عادي، لأ طلعت أنا باقلق جدًا. بدأت أتعامل مع الموضوع ده، بدأت أحلّه، دي مشكلة، بدأت أحلّها. فأنتِ لازم تعرفي أنتِ واصلة مع نفسِك فين، ده جوّه، واصل لفين. جوّه ده عبارة عن صندوق، عقلِك ده عبارة عن صندوق مليان مليون حاجة. ممكن تعيشي عمرِك كلّه بتحاولي تكتشفي حاجات جديدة، بس اكتشفي. لو أنتِ عارفة نفسِك كويس عمر ما حد هيقدر ياخد ثقتِك فيها. لو أنتِ عارفة نَفْسِك كويس، ساعتها هتقدري تبني ثقة حقيقية، وعشان تبقي عارفة الكلام ده مش شغف وتحفيز وmotivation، أنا آخر إنسان ممكن يكون بيحب التحفيز والmotivation في الحياة، أو بيسمع للفيديوهات دي. يعني وأنا مثلًا في رابعة ابتدائي دي يمكن كانت آخر مرّة أتفرّج فيها على الحاجات دي. بس لو أنتِ بتدوّري على تحفيز وmotivation ما اتوقعش إن أنا الإنسان الصح ليكِ. We're changing your lifestyle، بنغيّر نمط حياتِك، نمط تفكيرِك في كل يوم من هنا لحد 80 سنة قدّام، مش إن أنا بس هاحفّزِك 10 دقايق وتطلعي من الفيديو ده بعد كده تنسي أصلًا أنا مين. زي ما أنا لمّا باقعد كده اقعدي هاتي ورقة وقلم واكتبي صفحة فيها كل الحاجات اللي بتضايقِك أو كل الحاجات اللي حصلت على آخر فترة من حياتِك وضايقتِك واستفزتِك وقلقتِك وكل الحاجات اللي بسطتِك وريحتِك، ساعتها تعرفي أنتِ أصلًا إيه، أنتِ مين. استثمري في نفسِك شوية يا حبيبة قلبي، زي ما أنتِ بتقعدي تستثمري في العلاقات الفاشلة ومع الرجالة الفاشلة والراجل اللي أصلًا ما فيش من أمه رجا والصحاب اللي بجد بيؤذوكِ وبيستهلكوا طاقتِك، استثمري في نفسِك، لإن هي أولى حاجة، لإن هي كفيلة تنقل لِك نقلة لا نوعية في حياتِك. أنا الكلام ده أمي بتقوله لي، وبجد أنا يعني معظم محتوايا من كلام الحاجة الوالدة. استثمري في نفسِك يا قلبي، ما فيش راجل هيبقى عليكِ، ما فيش راجل هيفيدِك بحاجة، ما فيش راجل هينفعِك، هو أصلًا مش قادر ينفع نفسه. يعني أنتِ قاعدة شغالة عليه وعمّالة تزُقّيه وتدّي له حُب وحنان وحنيّة وأنت هتبقى وأنت هتقدر، وكل يوم تصحّيه الصبح وتقولي له اشتغل، ويا ابني طوّر من نَفْسك وحسّن من نَفْسك واشتغل على صحتك وانزل الgym ولأ وفوق ده كُلّه، فوق الpackage العسل اللي أنتِ بتدّيها له دي كُلّها، تروحي مدّية له حُب واهتمام وسؤال ورعاية وتدّي له ego وتغذّي الego بتاعه وتدّيه ثقة في نَفْسه، أنتِ في الآخر هيسيبِك بعد ما يخزّقِك أو هيجيب لِك تروما على حسب. لإن العلاقات اللي زي دي فاشلة، فاشلة، مقاييسها كُلّها فاشلة. هو ما بيفيدكيش بحاجة، هو ما بيضيفلكيش حاجة جديدة في حياتِك. وفي بنات بجد بتشلّني وبتشِل أملي أمّا تقول لي أصل هو كويس. طب كويس إزاي؟ بيعاملني كويس يا حبيبي، بيقول لي كلام حلو، وغالبًا بيبقوا في أول 6 شهور تمام، يعني هي غالبًا أصلًا بتبقى واحدة لسه جاية من أول 6 شهور. يعني هو عشان بيقول لِك يا بنتي هو أنتِ كانوا بيجلدوكِ في البيت كل يوم 100 جلدة عشان تقولي بيعاملني حلو؟ ما تشيلونيش. وأنا كمان أنا باقول الكلام ده لنفسي، أنتِ كمان يا حبيبي ما تشيلينيش. يعني إيه؟ اقنعيني please، خلّينا نقعد مع بعض كده ونتفاهم. يعني إيه؟ يعني إيه عشان خاطر هو بيقول لي كلام حلو، عشان بيعاملني حلو، عشان بيرُد عليّا بسرعة. girl بنت إيه أطلع لِك من برّه، أطلع لِك إزاي؟ أنا عايزة أجيبِك. إيه؟ يعني إيه؟ ده طموحِك.
انا هسالك سؤال والله امي دايما تساله لي، ده طموحك؟ السؤال ده بيهزني، السؤال ده كفيل يرجعني 20 خطوه ورا. ده طموحك؟ ده اللي انت بتحلمي له؟ العلاقه اللي انت فيها دي اللي انت بتحلمي؟ انا ما اعرفش احنا تطرقنا لموضوع العلاقات، بس انتوا كلكم عاكين الدنيا وانا عارفه كل حاجه من الانستجرام. ده اللي انتوا واصلين، ده طموحك؟ هو ده اللي انت عامله نفسك امه ده؟ لو انت بجد بتحسي نفسك طفله، معايا اعرفي انت معاكي راجل، ولو بتحسي ان انت بتعامليه كانك امه، تسالي وتهتمي وتسمعي وتحلي وتشرحي وتقوي وتغذي وتكبري والكلام ده، فانت كده بتتعاملي مع عيل. مش هتكلم في موضوع العلاقات ده كتير، لان انتوا اصلا الفيديوهات اللي بنزلها لكم عن العلاقات ما بتسمعوهاش، عشان انا عارفه انتوا كلكم غرقانين في العسل، بس انا دخلت لكم في فيديو الثقه بالنفس، دخلت لكم هنا عشان تسمعوا الجملتين دول، عشان تردوش تسمعوا لما اكتب لكم على الفيديو علاقات تهربوا، اللي هو خبي عينيك انا مش شايفه حاجه. دخلت لكم فيديو ثقه بالنفس عشان تعرفوا ان انا ذكيه. عايزين نحط نفسنا اولويه بقى الفتره الجايه، عايزين السنه الجايه بجد تكون. وخليكم عارفين، انا قريت حاجه امبارح سمعتها في فيديو لبنت اجنبيه، ما تركزيش وانت بتطوري حياتك ان انت تغيري نفسك. شيلوا مصطلح ازاي، يعني انا في فيديو كنت منزله لكم ازاي توصلي لمرحله التغيير. انا هنا ما اقصدش ان انت تخترعي انسان جديد، انا اقصد انت تشوفي نفسك واصله لفين وازاي اطورها. بلاش فكره الري انوفيشن، ان انا همحي نفسي دي، هنمسك الاستيكه كده واروح مسحاها ويلا هنكتب من اول وجديد واحده جديده، مفيش كده، مش حاجه اسمها كده. انت تشوفي نفسك واصله لفين، شوفي العيوب تاخديها، نحاول نرميها ونعمل بدلها حاجات او نطورها او نحسنها او نحسن من نفسنا، بس بناء على اللي احنا عليه. ما ينفعش تطلعي من جلدك وتروحي تحطي نفسك في جلد واحده تانية. خلي الحلو وحاولي تتخلصي من الوحش. دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن أنا ما بحبش كلام السوشيال ميديا، إن هو الناس تقعد تقول لك شوفي واحدة وقلديها وانسخيها. لا، مش حاجة اسمها كده. ربنا لو كان عايزك هي كان خلقك هي، بس ربنا عايزك انت وخلقك بمميزاتك وعيوبك انت. فاوعي تاخدي النعمه الحلوه قوي اللي ربنا زرعها فيكي دي وترميها في الزباله لمجرد ان انت مش معجبه بيها او مش مقتنعه. لا، انت كده دماغك مش تمام. النقطه التانية ودي اهم نقطه، fake it till you make it. حاولي تشوفي واحده بنفس المواصفات اللي انت عايزه تبقيها، وبنفس الاحلام اللي انت عايزه توصلي لها، وبنفس اللايف ستايل اللي انت عايزه تعيشيه، وحطيها قدامك كده، هاتي صورها طبيعيه وحطيها قدامك وحاولي تبقي نفسها، حاولي تقلديها، تعملي كل حاجه زيها. تتوقع ان انا هقول لك كده صح؟ اقسم بالله دي اكبر كذبه هم ممكن يكونوا ضحكوا عليكوا بيها في كل عالم السيلف لاف وفي كل عالم السوشيال ميديا. اي واحده بتقول كده ما بثقش فيها. يعني ايه فيك تريميك؟ احنا بنتكلم عن الريال كونفيدنس، عن الثقه الحقيقيه. اقوم انا مفيكاها؟ طب انا كده بقنع مين؟ يعني انا عايزه اقنع مين ان انا واثقه في نفسي؟ عايزه اقنع الناس طز في الناس، مش مهمين، مش مهمين. وانا بعمل ثقتي في نفسي عشان هم يشوفوني واثقه في نفسي فيقولوا عليا واثقه في نفسي؟ ده انت كده احنا محتاجين اصلا نرجع لالف باء بقى ثقه في النفس، الف باء سيلف لاف، والف باء سيلف ريسبكت، والف باء احترام للحياه، لنفسك قصدي ولذات والكلام ده. الناس دول اخر حاجه تهمك رايهم. وهتبني ثقه حقيقيه في نفسك لما تعرفي وتوصلي للمرحله ان انا مش هاممني راي حد فيا طول ما انا بعمل حاجه ما بتغضبش لا امي وابويا ولا بتغضب ربي طبعا في المقام الاول. ما يهمنيش راي الناس، مش مهم. فانا ممكن اقول لك لو انت اتحطيتي في موقف وانت من جواكي مرعوبه وقلبك بينبض وبتترعشي وخايفه، ممكن اقول لك فيكي او اصطنعي ان انت قويه وجريئه وخدي حقك، ولما تروحي البيت بيقعدي عيطي مع نفسك. هنا اوكي، الموقف اللي زي دي ده ليه؟ لانه باختصار شديد ومن غير ما اطول في الموضوع ده، اي حاجه انت بتغيريها او تطوريها من نفسك هي عباره عن اعاده برمجه وتربيه من جديد لعقلك، سواء عقلك الواعي او عقلك اللاواعي. وفي الفيديو اللي فات انا بكلمتكم، وفي الفيديوهات اللي قبلها كلها كنت دايما بكلمكم ان اي تغيير واي تطور انت عايزه تعمليه في حياتك بيبدا من عقلك، بيبدا من هناك. فلو انا قعدت اقنع عقلي ان انا بصطنع لحد ما اقدر اوصل، فانت كده بتبني جدار هاش وضعيف وسهل الكسر. لو قعدتي مع واحده عندها ثقه بالنفس حقيقيه تتدمري. الثقه السيلف كونفيدنس هي عباره عن سيستم، كيانك، روحك، عقلك، جسمك، تفكيرك، افكارك، كل دول مربوطين مع بعض بالسيستم ده اللي هو الثقه. اعتبري ان هو سيستم شركه قويه جدا مش سهل ان انت تخترقيها، فلازم السيستم بتاعك يكون قوي. طب يكون قوي ازاي؟ من ان انا اكون بشتغل عليه من جوه جوه جوه، يكون مبني على قيمتك الداخليه، على الانر فاليو بتاعتك. زي ان انا مثلا ما ينفعش ابقى بدي لنفسي وعد ان انا هروح الجيم من بكره وكل يوم اتخاذل في الوعد ده، انت كده ما بتعمليش احترام لذاتك.
فبالتالي ما عندكيش قيمة لكلمتِك مع نفسِك، أنتِ ما تعرفيش إمتى تقولي لأ وإمتى تقولي آه. ممكن تخلّي حد يطلّعِك على المسرح عادي جدًا، يستهزأ بشكلِك أو كلام بتقوليه أو يتريق عليكِ وتتقبّلي الموضوع بهزار عشان خاطر أنتِ بس مش عايزة إن الجو يبقى مشحون. إن أنتِ معتمدة إن كل معرفتِك تبقى جاية من المدرسة ومن الجامعة ومن الكام درس اللي أنتِ أصلًا بتكروتيهم في ليالي الامتحان، مش بتقعدي تقرأي، تسمعي، تقرأي مقالات على Substack ده برنامج اكتشاف، يعني أنا هاقوله لكم رغم إن أنا ما باحبش أقوله لإن هو سِر، عليه مقالات علمية مش طبيعية. أنا بقى لي فترة كل يوم أو يومين باقعد أقرأ مقال أو 2 عليه. وحتى باقعد أحاول أشارككم أكتر الحاجات اللي أنا باكتبها على الإنستا يعني وكده، فأهو. إن أنتِ مش بتحاولي توصلي لأحسن جسم ممكن علشان خاطر صحتِك، مش عشان خاطر الناس تبُص على جسمِك وتقول لِك واو. رغم إن هاقول لِك على حاجة، الappearance أو الself confidence ممكن يبقى جاي برضه من مظهرِك الخارجي، لإن ده بيدّي للناس انطباع عنِّك وplus أنتِ بتبقي مرتاحة في الجسم اللي أنتِ فيه، بتبقي مرتاحة في بشرتِك، بتبقي مرتاحة في شكلِك، فده مهم، بس ده مش أهم حاجة في الثقة في النفس، هي حاجة مهمة جدًا، بس مش أهم حاجة. ما ينفعش تبقي معتمدة إن ثقتِك في النفس كلّها جاية من جمالِك، لإن الجمال ممكن ما يدومش وإحنا كلّنا بنكبر في السِن عادي، يعني ممكن نوصل 80 سَنة يبقى عندنا تجاعيد ومش حابين مش شايفين إن إحنا أحلى بنات في العالم، وبيبقى في بنات عندها 20 سَنة وعيون ملونة وخضار وصفار وزرق وتبقى شايفة نفسها مش حلوة، في ملكات جمال بيبقوا شايفين نفسهم مش حلوين وأنا وأنتِ عارفين ده وبنشوفهم على السوشيال ميديا، وتبُصي تقولي أنتِ مش حلوة، وتقعدوا تكتبوا في الكومنتات ده أنا لو عندي ربع جمالِك مش هاطلع برّه البيت. في عندِك 3 أنواع من الconfidence دول اللي أنا حابة أتكلم عنهم، في أنواع تانية كتير، في تقريبًا 7 أنواع، بس أنا حابة أتكلم عن ال3 دول. في الphysical confidence الثقة الجسدية أو الثقة الخارجية في المظهر الخارجي، وفي عندِك الsocial confidence الثقة الاجتماعية، وفي عندِك الauthentic أو الinner confidence الثقة الحقيقية اللي جاية من جوّه. أول حاجة الphysical confidence اشتغلي على إن أنتِ يبقى شكلِك حلو، وبشرتِك حلوة، وجسمِك حلو، إن بشرتِك تكون ناعمة، إن بشرة جسمِك تكون ناعمة، ضوافرِك، ودانِك، عيونِك، حواجبِك، رموشِك، اشتغلي على كل حاجة فيكِ. ده self care. الself care هيزوّد من احترامِك لنفسِك إن أنتِ مديّة الوقت لنفسِك، هيدّيكِ قيمة أحلى، وفي نفس الوقت هتبقي واثقة برضه في نفسِك أكتر، لإن في بنات بيبقى عندها ثقة جاية من جوّه أوي، بس برضه بتبقى حاسة إنها مهزوزة شوية بسبب إن وزنها زايد، إن وزنها قليل، إن بشرتها مش أحسن حاجة، اشتغلي على ده حبيبة قلبي. الحاجة اللي أنتِ حاسة إن أنتِ تبقي مرتاحة فيها أو الحاجة اللي أنتِ حاسة إن أنتِ مش مرتاحة فيها في نفسِك، اشتغلي عليها علشان خاطر نفسِك مش عشان خاطر الناس. لو أنتِ وزنِك perfect ممكن تيجي واحدة تقول لِك على فكرة أنتِ رفيعة أوي، على فكرة أنتِ تخينة أوي، تقولي لها شايفة كلامِك ده؟ حطيه في باسكت الزبالة اللي هناك، لإن أنا ما طلبتوش. فاعملي الحاجة اللي تريحِك وطول ما أنتِ مرتاحة في جسمِك، ما حدش يجيب حاجة عندِك. أهم حاجة تبقي مرتاحة فيه يكون صحّي عشان ما يتعبكيش مع المستقبل أو مع الوقت يعني. لو أنتِ معاكِ فلوس تحطّيها على filler وbotox أو تشتري skin care وتعملي حتى ممكن تروحي العيادات عادي وتعملي جلسات تنضيف بشرة، تعملي الجلسات اللي هم زي التقشير البارد وأحماض الفواكه والحاجات دي، دي هتبقى أحسن عارفة ليه؟ لإنها هتفضل معاكِ طول العمر. بالعكس هتساعد إن أنتِ يبقى مثلًا عمرِك 50 ويبقى مثلًا شكلِك تلاتينية عادي جدًا. بلاش تمشي ورا مصطلح الperfectionism إن المثالية موجودة لإن ما فيش حاجة أنتِ هتشوفيها على السوشيال ميديا حقيقية. البنت بتورّيكِ إنها الصبح بطنها ممشوقة وخصرها قد كده، قد كده حرفيًا، ومش عارفة إيه، من فوق حاجات ومن تحت حاجات والحاجات دي، ما لكيش دعوة، ما لكيش دعوة، بجد ما لكيش دعوة، ما فيش حاجة من اللي أنتِ بتشوفيها دي حقيقية. اسمعي مني أنا اللي باقول لِك. أنا عارفة مجتمع السوشيال ميديا ده كويس أوي، ما فيش حاجة من دي حقيقية. الsocial confidence ده النوع التاني من الثقة بالنفس، الثقة في النفس الاجتماعية أو في تعاملُك مع الناس. في جملة حلوة أوي، 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 أوي أنا قريتها على التيك توك بتقول لِك إيه confidence it's not that they will like me it's I don't care if they don't. يعني الثقة بالنفس الحقيقية في تعاملُك مع الناس هو مش إن أنتِ تبقي واثقة إن هُم هيحبوني عشان أنا حبيبة، إن أنتِ تبقي حتى لو هُم ما حبونيش I'm okay with that أنا مش متضايقة عادي I don't care أنا مش مهتمة. تحبيني أو ما تحبينيش دي مش حاجة هتزوّد منّي أو هتقلل، أهم حاجة إن أنا ما أذيتكش في حاجة، ده اللي يفرق لي. خلّيكِ عارفة إن أنتِ لمّا تعرفي إن أنتِ مش شرط تبقي بترضي الكل وتبقي people pleaser هتبقي تلقائيًا بتحاولي ترضي اللا أحد، لإنه ده بيسحب من ثقتِك بنفسِك، يعني أنتِ تفضلي عايشة كإنسان بيسعد الناس وبيرضيهم على حساب نفسه، ده بيستنزفِك، ما تعمليش ده. افرحي لغيرِك، اتعلمي تفرحي لغيرِك، والبنات اللي بتلاقيهم يفرحوا لِك بنجاحاتِك اعرفي إن دول بجد صافيين من جوّه. لإن الناس ممكن تبيّن إنها بتحزن لحزنِك، بس مستحيل يفيّكوا إن هُم فرحانين لفرحِك، بيبان في عيونهم. بيقولوا كده the eyes cheat and they never lie العيون عمرها ما بتكدب، فبيبان في عيونهم لمّا بيبقوا حاقدين عليكِ أو حاسدين. ولمّا تشوفي حاجة حلوة أوي قولي ربنا يا رب يبارك لصاحبها ويرزقه ويرزقني الأحسن منها ويرزقه الأحسن منها كمان.
اتعلمي تحطي حدود. وده فيديو كامل هينزل ان شاء الله بعد الفيديو ده. ازاي اتعلمي بس لحد ما ينزل، يعني اتعلمي ازاي تقولي لا لما تبقي مش قادره تعملي حاجه، وامتى تقولي اه. ممنوع اي نوع من انواع الكلام السلبي لنفسك. انا بستخدم التوكيدات بتاعه التوتر وبتاعه الصبح وبالليل، هحطها لكم هنا وهنا. دول بستخدمهم كلام بقعد اقوله لنفسي، وبجد بيفيد. بيفيد والله العظيم بيفيد، والمصحف بيفيد والله العظيم بيفيد. انت مش مصدقاني بس والله بيفيد. قللي تعلقك بالناس، وما تربطيش قيمتك برأيهم عنك، وما تعتمديش على الفاليديشن والتقدير والمدح اللي بتلاقيه منهم، لانه ممكن يختفي. فلو انت اعتمدتي على ان هم لما بيبقوا راضيين عنك انت تبقي راضيه عن نفسك، ولما يحبوك يومك يبقى سعيد. بنت، we don't do this shit. we don't do it. ما بنعملش كده، ما بنقولش كده. ما تديش الناس اكبر من حجمهم. ما يبقاش هو لا حاجه وهو اصلا مش حاجه، وانت تحسسيه ان هو سوبرمان، تحسسيه ان هو سبايدر مان وهيطلع عنكبوت من رجله. اهدي بقى. ومش بس مع الرجاله، انتوا بتعملوا كده اكتر حاجه مع الرجاله، بس حتى البنات ما تديش حد اكبر من حجمه. تنفخيش في حد. حطي كل واحد في مكانته، عشان بعد كده هيشوفوا نفسهم عليكي، وهيقللوا منك وهيتغروا. شوفيش ان حد محور الكون، مفيش حد محور الكون. مفيش حد. انتي واهلك وطموحك انتوا دول محور الكون. غير كده لا. احترمي مشاعرك وقدريها، واعرفي ازاي تعيشيها. ان انا اكون شخصيه قويه مش معناه ان انا اكون انسان بلا احساس. عشان انتوا بتقعدوا تقولوا لي حبيبه انا ضعيفه قوي بسبب ان انا بقعد اعيط كتير. انا بقعد اعيط كتير. انا طول الوقت قاعده بعيط. مش طول الوقت، بس بحب، يعني احب لما ابقى متضايقه اقعد اعيط. اصل حاجبه المشاعر دي ليه؟ لمين؟ اوكي، ما احبش ان انا اعيط قدام حد، ده طبيعي عشان ما حدش يشوف نقط ضعفي ويستخدمها ضدي بعد كده. بس بحب اقعد اعيط. بحس ان انا حزينه اقعد اعيط، بس ما بحزنش نفسي. عشان بعد بسمع تامر عاشور كان ما بينا ايام وحياه وبقى ليك ناسك، ما تقعدوش تحزنوا في نفسكم. يعني ليه تقضي عمر من الحزن في حين ان انت في ايدك تقضي عمر من السعاده؟ وانا اتكلمت عن ان السعاده قرار. تقدروا تشوفوا الموضوع ده في الفيديوهات اللي فاتت. اشتغلي على نفسك واشغليها. وقبل كده قلت لكم ان شغلت نفسك بما لا ينفع شغلتك بما لا يسرك. لو شغلتي نفسك ببقى حموكش عامل فيكي ايه، و... ودوزي بتاعك ده ما بيردش عليا، باش يحبني، باش دماغك مش هسيبك في حالها يا ماما. ما يستاهلوش. اقطعي وكملي في حياتك. اشغلي نفسك، اشتغلي على نفسك. ولو هو انسان كويس وانت اللي هبه منك، اشغلي نفسك. طاقتك ووقتك هم عملتك او your currency في الحياه، هم فلوسك. الطاقة والوقت بتوعك. فتعلمي ازاي تصرفيهم كويس وبحكمة، وتصرفيهم ازاي ومع مين بجد اللي يستاهلها. اسمعوا الكلام ده وركزوا فيه، الله يستركم. Don't be afraid to lose people. Be afraid to lose yourself. ما تخافيش تخسري الناس، خافي تخسري نفسك. انا والله العظيم والله، وانا مش مضطره احلف لكم، انا بقطع ناس من حياتي بعدد شعر راسي لما ببقى عارفه نفسي وصلت لنقطه ان انا بدات احط الانسان ده محور حياتي، وهو مش مهتم او هي مش مهتمه. لانه انا واخده عهد على نفسي، وامبارح قلت لنفسي ده الكلام والله. اول امبارح قعدت مع نفسي قلت لها والله ما هرجعك للنقطه اللي احنا وصلنا لها زمان. ده عهد انا واخداه على نفسي. ما تخافيش تخسري الناس، خافي تخسري نفسك. هتقولي ايه علاقة ده بالناس؟ هقولك انتي بتفني نفسك في الناس، بتهدمي ذاتك فيهم، بس مركزة عليهم وعلى ان هم زعلانين وان هم مبقوش يحبوكي مبقوش يهتموا، وان هم اختفوا عنك وبعدوا بدون اسباب، ودماغك تودي وتجيب، وما بقيتيش تاكلي ولا تشربي ولا تنامي عدل ولا بتذاكري ولا بتشتغلي ولا بتقرأي حاجة ولا بتسمعي بودكاست ولا بتلعبي رياضة ولا بتنزلي تشوفي صحباتك ولا بتلبسي عدل ولا بتهتمي بجسمك وبشرتك ولا اي حاجة من دول بقيتي تعمليها. بقيتي قاعده بس مستنيه ماسكه التليفون انا عايزه، وتصحي من النوم بالليل عايزه تشوفيه هو رد ولا لا، وهي ردت ولا لا، وعملوا ايه وبتاع. فاقطعي معاهم من غير ما ده يرمش. من غير ما ايه؟ ده يرمش. من غير ما ده ايه؟ ما ده يرمش. الناس بتتعوض. واصلا اللي كان مقدر قيمتك ومحترمك، وبينكم لو ما بينكمش حب وبس بينكم احترام وتقدير، كان هيقدرك اكتر من كده. ما كانش هيخليكي تلفي حوالين نفسك شبه العقربه الزنانه، او شبه الساعه الرنانه. فاللي ما خافش يخسرك ما تخافيش تخسريه. وما تحزنيش وتعيطي على حد وهو عايش. اللي بعد بعد بمزاجه، وبعد عشان خاطر هو لاي سبب، مش مهم هو وحش ولا مش شرط نطلعهم وحشين. بعد.
تحزنيش على حد وهو عايش. اعرفي للبادي لانجوج وللفيشل اكسبريشنز بتاعتك، لانها برضو بتبين ان كنت انسان واثق من نفسه ولا انسان مهزوز. ما تبقي داخله مكان وانت مغطيه راسك وعامله ظهرك كده، غير وانت داخله مكان وانت عامله كده. اما تتكلمي بهدوء وبصوت محترم وبطريقه لبقه، غير ما تتكلمي وانت بتسرسعي. في فرق. فاعرفي الفيشل اكسبريشنز والبادي لانجوج بتوعك. تالت واخر نوع من الثقه بالنفس هو الريال كونفيدنس او الاثنتيك كونفيدنس، الثقه الحقيقيه او الثقه اللي بتبقى جايه مع نفسك، اللي هو من تصالحك وصراحتك مع ذاتك. خليكي متصالحه معاها بمشاكلك وعيوبك وبالحاجات اللي بتضايقك والحاجات اللي بتبسطك. خليكي صريحه وواضحه معاها. خليكي بجد بتحترميها. بجد خليكي بتحترميها. وبي educated يا بنات، خليكم متعلمين. انت دايما هتحسي ان انت لو انسان متعلم ومثقف هتحسي نفسك احسن من الناس. الشوافي دي حقيقه، مش هننكر مش هنكذب. فدايما خليكي متعلمه ومثقفه، مش بس ان انت بتقعدي تحضري لك محاضرتين وتشوفي شابترين وتراكميهم لليالي الامتحانين. وهفضل اقول لحد ما اوقف فيديوهات: اشغلي نفسك بنفسك. اخر حاجه، نفسك امانه من ربك. حرام عليكي تكرهيها، تشتميها، تجلديها، تحسسيها انها قليله قوي وتيجي عليها عشان بس هي بتخاف تفشل، عشان خاطر هي بتتعب، عشان خاطر هي بتكسل، عشان خاطر هي اختارت غلط، علشان خاطر ايا كان اللي هي عملته. نفسك روح رقيقة قوي، حاولي تفهميها، حاولي تحتويها. حرام عليكي تكوني دايما البنت اللي مستعدة تغير من الناس وتديهم الوقت والحب والاهتمام والتشجيع والحماس اللي هم عايزينه، وبتشغلي نفسك بيهم وبتستثمري فيهم قوي من كل قلبك، وتضحي وتروحي لهم بلاد وتيجي على نفسك. اللي هي شايلاكي وموقفاكي على رجليكي. نفسك هي اللي شايلاكي وموقفاكي على رجليكي، حرام تيجي عليها. انا لو اديتك سلسله ذهب وقلت لك هاجي اخدها منك بعد شهر، انت هتفضلي محافظه على السلسله دي وحطاها في صندوق، وخايفه لا تتطرب، وخايفه لا تتكسر، وخايفه لا حد يعرف مكانها، وخايفه على قيمتها لانها غاليه وعشان هي مش بتاعتك. فانتي اغلى من الذهب. انتي ربنا خلقك واداكي العقل واداكي الميزات واداكي الشخصيه دي واداكي الروح والجسد دول. فانتي امانه من ربك عندك. جسدك وروحك وعقلك ووقتك في الدنيا ده مش ملكك، ده كله ملك لله عز وجل. فخليكي قد الامانه دي، لان انت هيجي يوم وعمرنا هيخلص وهنتسأل عنها. زي ما انت هتتسألي عن السلسله الذهب اللي صاحبتك سابتها معاكي، ربنا هيسألك عن الحاجه اللي كانت اغلى من الذهب ب 100 مليون مره، وهي عمرك ونفسك ووقتك وروحك. حافظي على نفسك لانها امانه، وحافظي على الامانه دي لانها بجد اغلى من الذهب ب 100 مليون مره. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، انه دي بجد اسرار الثقه بالنفس اللي عمر ما حد هيقولك عليها، بشكل نابع من تجربه، من حاجه حقيقيه انا عشتها. في الاخر لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملي سبسكرايب ولايك. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. اكتبوا لي عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجاية. See you later. باي.